يا مغرب الأحباب، يا مغرب الأحباب فردوسهم جبل على بحر على صحراء. واحدة من أقدم الممالك في العالم. I'd like to go to the desert. The Moroccan Sahara is one of the best. أصدق تعبير سمعته عن المغرب هو تشبيه الملك الحسن الثاني للمغرب بشجرة جذورها في أفريقيا وهواها بتتنفسه من أوروبا. When I think about Morocco, so I want to go to this place, the Blue City. بيقولوا المغربيات ساحرة ولكنهم ساحرة بجمالهم وقوتهم، قادرين يوقفوا معك بالأزمات. There's only one thing that pops into my head when I think about Morocco. And you know what? It's argan oil. You know how we always want to be beautiful? عندي في 3 أماكن في بالي بزورها، شاون، أشمون، طنجة، Darbeyda. Biz Türkler olarak Fas denildiği zaman aklımıza ilk Fas geliyor. Çünkü Türkiye'de Morokko'ya Fas deniyor. بحب في المغرب أكلها المغربية، منطاج المغربي وكسكس مغربي وحريرة مغربية. القفطان المغربي لأنه موجود في الإمارات ونقدر نلبسه بكل المناسبات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد بغيت نشارك معكم فيديو مختلف اليوم، لأنني بغيت ندير فيديو لهاد الجزائريين باش نوريهم حكامهم اشنو تيقولوا عليهم بصفة عامة. الأكثرية ديال الحكام الوزراء اللي كانوا سابقا من الحكومة ديالهم، هذا اللي كانوا في الحكومات السابقات مع النظامات المختلفة ديالهم، حولهم الشعب أنهم ما خلوش ليهم المجال باش يفكروا باش يحلوا كيفاش هاد البلاد أنها غنية بالبترول والغاز بحال قطر، بحال الامارات، بحال السعوديه، وتعيشوا في الفقر المدمن. هادشي هما ما بغيش، لانهم ما قافلين على داك الشعب باش يخليوه ما يفكرش، باش يخليوه، وداروا ليهم واحد العدو الكلاسيكي هو المغرب تينوضوا بالمغرب وتينعسوا بالمغرب. المهم بغينا نوريهم حنايا دابا حنا كمغاربه حنا تندافعوا على بلادنا، ولكن في نفس الوقت انهم تنوريهم حقائق، لان النظام ديالهم ما تيبغيش يعرفوهم، ولكن رغم ذلك هما غاديين على مسار النظام ديالهم. وحنا مادام انهم تيهاجمونا وتيهاجموا المغرب وهاجموا تراثنا وهاجموا باغيين يسرقوا لنا كل شيء وباغيين ينتحلوا لنا كل ما هو الهويه ديالنا، حنا ما غاديش نسكتوا، حنا نبقاو دائما ندافعوا على الوطن ديالنا. وسمحوا لي الا كنت نتعثر شويه في الكلام ديالي، لانني انا من الجاليه المغربيه واكثر من 30 عام وانا في الديار ديال اوروبا، وتتغلب عليا اللغه ديال البلد اللي انا قاطنه فيه. هادشي علاش تنحاول ما امكن انني نكون مغربيه بكلامي، ما تنبغيش نخلط الكلام ديالي. هادشي علاش بعض المرات تنتعثر في الكلام، وتنطلب منكم السماح، لانني ما بغيت نهضر بالمغربيه ديالي، لانني تنعتز بالمغرب وتنعتز بالمغربيه ديالي وتنعتز بوطني، كل ما هو مغربي تنعتز به. وشكرا. كلمه صعيبه جدا، كنت اقول يعني الملك محمد الحسن الثاني اختار كلمه صعيبه، يعني اكيد لازم ابحث في هذه الكلمه واشوف لماذا اختار تحديدا كلمه، لانه كان عبقري رحمه الله عليه. يعني انا بعتبر من الناس العباقرة ان الشخصيات التي يعني صعب ان هم يمروا على التاريخ مره ثانيه، على الاقل يعني في الوقت الحالي. لكن حينما بقى اقتربت رويدا من هؤلاء الناس من في الجوار، قلت رحمه الله عليك ايها العبقري، لم تكن فنانا في ملبسك وفي ذوقك وفي حتى مشيتك، بل ايضا كنت عبقري كمان في اختيارك للالفاظ. أصل كلمة الحشر يا جماعة الخير، من يستمع إلينا الآن والإخوة اللي معنا، كلمة حشرنا الله عز وجل يعني جاء بها في القرآن الكريم في ليعبر بها عن المكان الضيق، عن حالة التأزم التي يعاني منه. وبالفعل يعني بالفعل هذه الكلمة كانت معبرة جدا وتدلل على مدى سوء، أقول أهو مدى سوء، بعلو صوتي وأقولها وأصرخ بها في كل مكان، مدى سوء هؤلاء الناس. شوف الخلطة هنا، شوف هنا تحرك الدياج وصحة. لا ما فهمتنيش أنا. زيد عاد الخلطة عاد الخلطة. شوف هنايا ها. هي صحراء قوية على بالي، اسمها ضموها لعندهم. ضموها لعندهم علاه؟ مسك علاه بغير وجه حق. احنا ما نعلموش الغالب. هي التي اقتطعت هذه المناطق مثل تندوف، إدرار وبشار، وأعطتها للجزائر بعد الاستقلال. وأن الجزائر تثير دائما مسألة الصحراء الغربية للتغطية على مسألة الصحراء الشرقية.
صحراء غربيه صحراء غربيه صحراء غربيه صحراء. احنا مشينا ودمرنا العشب نتاع البليده. انا ما عمرني مشيت. انا نقول لك عندنا ازمه رجال في الجزائر. نشوف مغربي هو اللي حاب نديه باسكو شواكر على رجال تاوعنا. حصول انا واعر نقول لك نفضل الراجل المغربي على الراجل الجزائري، هذا الراي تاعي. سليم السلام عليكم. وعليكم السلام سي سليم. سليم شكرا الله. كاين ناس شويه ما مستقفين ماشي قاريين. حنا عندنا مشكله رانا نحكوا على الجزائر باللي مسخه. علاش يبدوا في المغاربه؟ تسمع عندكم عقده من المغرب. انا والله يا جماعه هذه المغرب ولا سويسرا ولا شنو هو بالضبط؟ الجزائريين او اشباه الجزائريين من خونه ومرتزقه وشواذ ومثليين. بعض من اولادنا الجزائريين او اشباه الجزائريين من خونه ومرتزقه وشواذ ومثليين. كان الباي اللي ما يعجبوش يقطع له راسو، واللي تعجبو مرتو يديها له ويبيتو في المسجد هو في لا موسكي. نقول لك واش كانت اللي تفتخر بها بالدايات والبايات ولات الكلاب. ينطق واحد المينيستر ما على باليش تاع واحد الكلب بن كلب هكذا، قال لهم كي كان الاسطول الجزائري الاسطول تاع يمات يماك سيتي دي بيرات مدايرين دي باستيون في لا ريجون بيديهم وشوفوها اليوم بخنا في القرابه وباني ما كان والو، ما كانش اثار من صنع يدينا. قلتها لك ديجا، كاين الاثار تاع الرومان تاع الفينيقيين هذو تاع الفرنسيس. رانا عايشين حتى شوف المدن اللي خلات فرنسا والمدن اللي بناتها الجزائر المستقله. كاش ما عندنا بنينا مدينه تستاهل هذا الاسم، قاعدين في اللوجمون سوسيال يديروه مع لوطوروت يديروه في الاخر. يعني الجهل اللي يسكن عقل النخبه تاعنا الحاكمه هو اللي نصيبوه في 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 المرافق، في الاسلوب البنيان. فيها انا هذه نكونوا واقعيين. شحال من سياسي كبير اكبر اعلى مستوى يقول لي سي نور نحب انا ندير حرب مع الشعب هذا. اي ما لا تحبوا الحل لازم الحرب مع الشعب، الحرب مع ذاتنا احنا كل واحد. قال برك انا كذب، برك انا اوهام، برك انا شعوذه، برك انا من السحارين، وتحب اللي يجيب لك على يدك ويطلق عليك الجنون ولا ينحي لك الجنون. الشعب مهبول ولا مهبول، واش تحب دير له؟ 80% رايحين في الاتجاه هذا. لازم تدير حرب مع شعبك، دير حرب مع نفسك. لو كان ما نديروش الحرب هذا ما نبنيوش، يخلص البترول نعاودوا نوليو استعمار اخر ونبقاو مربيين في التاريخ كما كنا 3000 سنه وحنا مرميين. جيت تهضر لي انت على 7 سنين تاع ثوره تقول لي احنا اعظم شعب. امريكا دار ثوره ضدك، شما يقدروا يهضروا على الثوره. الفيتنام قلت لك مع دار حارب فرنسا وحارب امريكا اقوى دوله في العالم وشفناها في الافلام ما زالت تشهد عليها. الشعب دار ثوره ماتوا له 3 ملايين، هاو يخدم مسكين وراو اليوم تكفل في النظام الاسيوي والمنافسه الشديده. ما خدمناش حنا، ما نخدموش، ما نحبوش نخدموا. حنا نحبوا يحكم فينا. اللي جينا قال لك راسو خشن، قال لك حنا صح هذه مليحه راسنا خشن. اقعد براسك خشن. يافي 5 كوزين دارممون. لو كان مشي المغرب في وقت الثوره مع محمد الخامس الله يرحمه، الجزائر ما توليش تستقل. ما ننساوش هذو المغاربه مسلمين. حتى واحد ما يقوليش باللي المغاربه ماهمش خوا معنا، هما مسلمين وهما راهم معنا الى طول الممات. راك تدافع بشراسه عن المغرب سي قهزان. شوف لازم الناس يحلوا عينيهم. راكم تشوف لا بيسونس ايكونوميك تاع لوروب، دوله واحده ما دير والو. فرنسا، الالمان، بلجيكا، اسبانيا، ايطاليا، انجليز راهم كاع في رحبه، راهم عارفين باللي هذه لا موندياليزاسيون راهي صعيبه بزاف. والجزائر وحدها عندنا قطره تاع بترول وقطره تاع غاز ورانا حاسبين باللي يعني نكونوا غون بيسونس. لا لازم نعلو بليس شويه. حدود على تونس معهم راه ما تبلات. على تونس ما فيهاش طراباندو. انت تدعو لفتح الحدود مع المغرب؟ انا ماشي لا المغرب، على غير المغرب. على غير المغرب. على مالها المغرب؟ غير المغرب على الحدود على تونس معهم راه ما تبلات. على تونس ما فيهاش طراباندو. انت تدعو لفتح الحدود مع المغرب؟ انا ماشي لا المغرب، على غير المغرب. على غير المغرب. على مالها المغرب؟ غير المغرب على الحدود على تونس معهم راه ما تبلات. فقط هذا شعب نتاع الدراع، هذا شعب نتاع الخدمه، هذا شعب نتاع الخدمه، هذا شعب يعرف يبني الثروه. وستروا الجزائر في حال إفلاس وتصرف أكثر من إمكانياتها. الزلط والتفرعين، الزلط والتفرعين. قال واش هذا الفانتازيا خويا؟ هذا دم الشعب. قال هذه هيبة الدولة، إن على الدين هيبة الدولة اللي تكون هكذا.
عيب 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 واكثر من عيب. L'histoire, le parcours historique du Maroc, par exemple, qui a un État qui subsiste dans sa continuité depuis 789, l'arrivée des Idrissides au pouvoir au Maroc, jusqu'à maintenant, la monarchie marocaine est le plus vieil État du monde. Alors qu'à côté, l'Algérie n'a pas une telle continuité de l'État. Il y a eu des États éphémères sur le territoire algérien qui ont duré peu de temps et qu'on ne peut pas désigner un État avec la continuité que nous avons au Maroc. En Tunisie, il y a eu une continuité un peu plus forte, mais pas non plus au niveau de... etc. Je peux continuer ainsi. La Libye, l'Égypte, l'Irak, etc. Et ça, c'est très important à regarder de près pour comprendre les convulsions. L'histoire, le parle. ما يحبوش ينشروها للشعب الجزائري، ما يحبوش ينشروها واللي هي تاع إيفيان، اتفاقية إيفيان، ما يحبوش ينشروها إلا هم يعرفوها. راح تلقى باللي للحرك للفرنسيين المعمرين إلى غير ذلك لهم الحق في إبقاء على ممتلكاتهم في الجزائر. اليوم حان الوقت، أنت ما تقدرش اليوم تمس بناية من البنايات في الجزائر العاصمة بدون قبول أو رضا فرنسا بأنها لا يمكن أن ترمم بل تطيح. ما تقدرش تغير الواجهة الميناء، واجهة الجزائر على الميناء من المستحيل السبع. ما تقدرش تحطم أي بناية من البنايات، بالعكس حطمنا القصبة ولكن ما نقدروش نحطموا الواجهه تاع فارس. هذا بند من بنود اتفاقيه إيفيان. هذا من ملكيه. المغرب نقطة أو قطرة في إناء سيشربها الهواء، يعني حتى قراراتها لم تعد سيادية على المستوى الإفريقي، حتى الإجراءات التي تقوم بها غير استراتيجية، يعني تهويل وتشويش. الجزائر مواقفها ثابتة أمام العالم وكل العالم شاهد على ذلك. ده بقى هيخليني أسألك سؤال، مين أقوى داخل الاتحاد الأفريقي؟ مصر ولا تونس ولا المغرب؟ وبصراحة المفروض ان احنا الثلاثه نبقى اقوياء جوه الاتحاد الافريقي، والواقع، ولكن الواقع واللي اثبت لنا كل المواقف الفتره اللي فاتت بتثبت لنا لا، ان المغرب الاقوى جوه الاتحاد الافريقي. تصير انه في القمه الامريكيه الافريقيه الرئيس الامريكي جو بايدن يعتذر لتقريبا 50 رئيس دوله افريقيه، يقول لهم سامحوني راهي الكلمه نتاعي باش نقصرها برشا على خاطر صاحبي رئيس الحكومه المغربيه مستدعاني باش نتفرجوا في ماتش المغرب وفرنسا. يعني هذه الدبلوماسيه في اعلى مراتبها. يعمل هو الى الان زياره للمغرب ما عملهاش. المغرب دوله استراتيجيه في المغرب العربي والدوله استراتيجيه في افريقيا، واذا حبينا ندخلوا لافريقيا لازم ندخلوا احنا والمغاربه ومع المغاربه، لانه المغاربه فاتونا واستثمروا كثير واصبحوا موجودين في افريقيا كمنصه عاليه جدا جدا، واعي ما اقول واعرف بالارقام. فهمت؟ ليش احنا توا زياره المغرب ما عملناهاش؟ يعني ما نجموش نعملوا احنا؟ وهذا من الزمان. هنا وطن، هنا وطن، هنا وطن صاحب نجاحات وامجاد، حبيب شعب هالبلاد، رمز الفخر لينا وحبه كل يوم يتزاد. هنا وطن، هنا وطن، هنا وطن، أشعار تكتب في عشقه، معروف للعالم مجده، إنجازاته تبتع والله في قلب أرضه. هنا وطن، هنا وطن، هنا وطن، قلبه يفيض بالحنان ونقدروه بامتنان، حبه ويحبنا ديما وهذا من الزمان. كما خلاها مليكنا، اللهم كتر حسادنا، اللهم كتر حسادنا، والله بعد علينا شر الحاقدين والحاسدين ان شاء الله باذن الله. وتنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسوني بالاشتراك.